اول ما بنفتح الباوربوينت بندخل على بلانك برزنتيشن وبيظهر معايا التايتل سلايد. معناها ايه التايتل سلايد؟ سلايد فيها التايتل، تمام، بيكون سلايد واحدة مفيش سلايدات تاني. فانا ممكن اضيف هنا سلايدات تاني، بحيث ان ادوس على دي كده، ادوس على السلايد دي وادوس انتر. اول ما بدوس انتر بيجيب لي لي اوت مختلفة عن اللي اوت اللي فوق. بمعنى ان السلايد الاولى زي ما قلت لكم اسمها تايتل سلايد، بضيف فيها التايتل او العنوان بتاع السلايد بتاعي، تمام. تاني سلايد بيديني اللي اوت بتاعها، هنا في عنوان وهنا الكابشن او التكست اللي انا هضيفه، او اي حاجة تاني هضيفها من الحاجات دي. ايه الحاجات دي؟ الحاجة دي انا ممكن اضيف هنا تيبل، ممكن اضيف هنا تشارت، ممكن هنا اضيف يعني حاجة اسمها جرافيك ارت او اشكال انفوجرافيك يعني، تمام. هنا 3D موديل، هنا ممكن اضيف بيكتشر، ممكن اضيف اونلاين بيكتشر اجيبها من النت، هنا ممكن اضيف فيديو، هنا ممكن اضيف ايكون. فهنا الحاجات دي ممكن اضيفها في الجزء ده. ممكن طبعا اضيف الايه التكست اللي انا هضيفه. فده اللي اوت بتاع الصفحة التانية. طيب انا ممكن اعمل نيو سلايد من منطقة تاني، ممكن. هنا ممكن اضيف نيو سلايد على طول، هنا هتجيب لي نفس السلايد دي. طيب عايز اغير اشكال دي، هنا لو دوست على السهم اللي تحت ده، السهم ده بتاع النيو سلايد، هيجيب لي كذا لي اوت للسلايدات دي. طيب هنعرف السلايدات دي وانواعها. اول حاجة هنا التايتل سلايد. ايه التايتل سلايد دي؟ زي ما قلنا دي اول حاجة بتكون معانا في السلايدات فوق، ودي مكانها فوق خالص. انا بكتب العنوان وهنا بكتب سب تايتل كده ايه صغير، ده بتاع الايه التايتل سلايد. هنا التايتل اند ايه كونتنت، دي تاني واحدة احنا شفناها. هنا بكتب عنوان صغير وبكتب هنا الكابشن بتاع الموضوع او التكست بتاع الموضوع، او سواء هكتب تيبل او هعمل تيبل تشارت والى اخره من الكلام اللي احنا قلناه. تالت حاجة هنا سيكشن هيدر. السيكشن هيدر ده مثلا لو انا في النص كده مثلا وبعمل مثلا الفصل التاني وبتكلم في الفصل التاني مثلا موجود ايه كذا 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 في الفصل التاني. رابع حاجة معانا هنا تو كونتنت. والله انا مثلا هنا ممكن اعمل تو كونتنت، مثلا انا هعمل تكست مثلا وهنا هعمل تيبل، هنا هعمل مثلا تشارت وهنا هعمل ايه تيبل وهكذا. يعني شوف انت هتعمل ايه هنا التو كونتنت اللي هتعملهم، وبتكتب هنا الكونتنت بتاعك سواء هنا تكست تيبل تكست صورة وهكذا، وهنا بتكتب العنوان بتاعك. طيب رابع حاجة معانا هنا الكومباريزون. الكومباريزون دي لو انا عايز اعمل مقارنة، هنا هكتب التايتل بتاعي وهنا هعمل مثلا اي حاجة مثلا اللي انا هقارن بيها. مثلا لو انا هقارن ما بين موبايلات، مثلا هكتب موبايل شاومي مثلا وهنا هكتب ايفون، طبعا مفيش علاقة ما بينهم. طيب تكتب العنوان هنا والعنوان هنا، وبتكتب هنا الكابشن بتاعك سواء تيبل شرطات كلام، فانت تشوف اللي يناسبك وتعمله، تمام. هنا الكومباريزون قلناها. سادس حاجة التايتل اونلي. التايتل اونلي انا بكتب عنوان وهنا ايه العنوان فقط، بكتب العنوان فقط، تمام. طيب هنا بلانك. البلانك دي بيجيب لك صفحة بيضة خالص. طب انا الصفحة البيضة خالص دي ممكن اضيف فيها حاجة، ممكن اضيف فيها حاجة من خلال انسيرت. اجي عند انسيرت هنا وفيها كل حاجة، ممكن اضيف بيكتشر، ممكن اضيف تيبل، ممكن اضيف شيبس سمارت ارت، ممكن اضيف شارتات، ممكن اضيف هنا كومنت تكست بوكس، ممكن اضيف كل حاجة، وان شاء الله الحاجات دي هنتكلم عنها، تمام. خلينا هنا في الصفحة الاولى. طيب دي البلانك. هنا content with caption. هنا content with caption، هنا بكتب الكونتنت بتاعي سواء صورة تيبل تشارت فيديو ايكون، بعمله هنا. وهنا الكابشن بتاعي اللي انا هكتبه سواء عنوان وهنا تكست فبكتبه هنا، تمام. طيب هنا picture with caption. هنا بضيف صورة فقط، بدوس على image او picture دي وبجيب الصورة بتاعتي من الجهاز بتاعي وادوس هنا التايتل بار، هنا بضيف التايتل بتاعي العنوان واكتب هنا الكابشن بتاعي، تمام. وكده احنا ايه خلصنا
اللي اوتس بتاعت السلايدات. طيب انا لو عايز يا سيدي عايز اعمل دوبليكيت، كتبت هنا كلام مثلا، هنا مثلا اكتب عنوان مثلا، عنوان، وهنا اكتب اشتركوا في القناة مثلا يا سيدي، وهنا بيكتشر. طيب انا عايز اعمل دوبليكيت للسلايد دي، هدوس على السلايد نفسها هنا وادوس كنترول دي، هيجي عند السلايد اللي بعدها موجودة نفس الكلام، وهنا موجودة نفس الكلام. فانا عملت دوبليكيت للسلايد دي. طيب انا عايز امسح السلايد دي، هدوس على السلايد نفسها وادوس ديليت، وممكن ادوس على السلايد نفسها كده وادوس هنا بالماوس، كليك يمين وادوس هنا ديليت سلايد، وممكن هنا ادوس هنا اعمل دوبليكيت سلايد لو عايز اعمل دوبليكيشن ليها، وهكذا. فاحنا كده النهارده في الدرس ده اتعلمنا انواع السلايدات، واتعلمنا ازاي نعمل نيو سلايد، وازاي نكتب فيها، وانواع السلايدات زي ما قلنا. فاحنا كده النهارده اتعلمنا ازاي نعمل نيو سلايد والفرق ما بينهم، وكذلك اتعلمنا ازاي نعمل دوبليكيشن للسلايد، وازاي نزيل او نعمل ديليت للسلايد. فاستنونا الدرس اللي جاي ان شاء الله، فان شاء الله تكونوا مستمتعين معانا، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، وتعملوا لايك، وتعملوا شير للفيديو لو عجبكم، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه الدروس اللي انتوا حابينها الفترة اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.